السلام عليكم، حياكم الله أينما كنتم وأهلا بكم في مدار السياسة. جولة أوروبية امتدت ل4 أيام بقيادة دولة رئيس الوزراء الأستاذ الكاظمي إلى عدد من الدول الأوروبية، ابتداها من بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي، وانتهت في روما حيث الفاتيكان وقداسة البابا. هذه الزيارة ما لها وما عليها ومن يحتاج من؟ هل العراق يحتاج إلى الاتحاد الأوروبي أم الأوروبي يحتاج إلى العراق؟ وماذا يريد العراق من الاتحاد الأوروبي أو ماذا يريد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية من العراق؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى كثيرة سأتناولها في هذه الحلقة، وإن كان الوقت متأخر على الزيارة لكنها ربما نستقرأ النتائج على أرض الواقع. باسمكم جميعا نرحب بضيفي الكريمين الأستاذ أثير الشرع الكاتب والباحث في شأن السياسة، حياك الله أستاذ أثير. حياك الله. كذلك أرحب بالأستاذ حامد الدراجي عضو مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، حياك الله أستاذ حامد. تحياتي لكم. شكرا لكم لقبول الدعوة. الزيارة ربما تبدو شوية قديمة ولكن على الأقل نتلمس نتائجها على أرض الواقع. هذه الزيارة ما لها وما عليها وكيف تقيم ومن الذي يحتاج من؟ أسمع منكم الإجابة ولكن بعد فاصل قصير ونعود. من جديد حياكم الله. كذلك وجد الترحاب بضيفي الكريمين الأستاذ أثير الشرع والأستاذ حامد الدراجي. أبدأ معك أستاذ أثير، الجولة الأخيرة ونتمنى لا تكون الأخيرة حتى ينفتح العراق على إقليم محيط الإقليم والدولي، وهذه طبيعة العلاقة الدولية لكنها الأخيرة في هذا المضمار. كيف تقيم، كيف نقرأ هذه الجولة؟ هل هي كما يقال دعاية انتخابية، تسويق لدولة رئيس الوزراء للمرحلة الانتخابية القادمة؟ نعم، تحية لك، شكرا لك أستاذ صبري، تحية لضيفك العزيز أستاذ حامد، تحية لمشاهديكم تابعيكم الكرام. يعني قبل الإجابة على سؤالك أستاذ صبري، المفروض يعني أي جولة لرئيس وزراء أو أي مسؤول يعني من الرئاسات الثلاث تكون المحاور معلومة تطرح أمام مجلس النواب أو أمام رؤساء الكتل السياسية كي تكون محاور معلنة كي يعلم الشعب العراقي ماهية المفاوضات التي ذهب بشأنها رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو رئيس الجمهورية. لكن ما نشهده في العراق عكس ذلك تماما. يعني كم من زيارة ذهب دولة رئيس الوزراء. أنا هذا آسف، عرف سياسي لو قاد دستور وقانون يجب أن يطلع رئيس الوزراء البرلمان على سفرته وفق الدستور. المفروض المحاور اللي يطلع بها رئيس الوزراء يعني عندك بالاتفاقية داخل مجلس الوزراء داخل مجلس النواب، سيترك الدستور على صفحة، قد تكون هناك فقرات مبهمة ما يقدر واحد يفسرها. نعم. لكن بالحقيقة أنه أكو اتفاقية، أكو بعض الشكوك أنه رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان ما يخطو خطوة إذا ما رؤساء الكتل عندهم علم. طيب رؤساء الكتل يطلعون ينتقدون عبر شاشات التلفاز إذا كان شخصيات منتمية إلى بعض الأحزاب والتيارات منتمية إلى هؤلاء. يعني على العموم أجيبك على سؤالك، هي بعض الاستهداف اللي حصل، الضربة الأمريكية اللي استهدفت مواقع الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، وطبعا تعالت الأصوات بإخراج القوات الأمريكية تحديدا من العراق. نعم. يعني أصبحت تشكل خطر حقيقي بتواجدها على الأراضي العراقية. نعم. هناك استهدافات، هناك مشاريع لم تنفذ، يعني باعتراف الشركات التي تنفذ الخدمات مشاريع كهرباء أو غير كهرباء، وموضوع يجرنا إلى موضوع باعترافها أنه لا تقبل التدخلات الأمريكية. إذن ليس فقط العراقيين من يطالبون بإيقاف هذه التدخلات. نعم. التي أصبحت تعرقل الحياة اليومية لدى العراقيين. اليوم التواجد الأجنبي بالعراق أصبح يشكل تهديد حقيقي. نعم. حتى على السلم المجتمعي، الأمن المجتمعي. لكن يعني فوجئنا بأن دولة رئيس الوزراء ذهب إلى بروكسل ومن ثم إلى إيطاليا. يعني الناتو ربما هو هذا الشيء معلن سيصبح بديلا عن التواجد الأمريكي. نعم. تعدادهم يعني أنا اللي سمعته 4500 مدرب من مختلف الدول الأوروبية. نعم، لا مو فقط أوروبية، يعني عندك تركيا عضو بالناتو، بعض الدول العربية أيضا ربما هناك يعني عضوية فخرية في الناتو. أيضا يمكن السعودية حتى نشوفها من ضمن الناتو راح تدخل.
يعني الكثير. يعني لا حاجه الى انسحاب الامريكان والاتراك من الشمال، موضوع اعاده مساله تموضع اعاده من جديد، تدوير واعاده من جديد. نعم اعاده تموضع واعاده انتشار. نعم. يعني اليوم شوف القاصي والداني يعلم ان الولايات المتحده اليوم على شكل إعادة انتشار في منطقة الشرق الأوسط. انسحابها من أفغانستان تقريبا أتمت انسحابها بنسبة 90%. اليوم ترى مو اعتباطا يعني ولا أي تنسحب لله بالله مثل ما يقولوا المثل. وكذلك اليوم أنا عرفت أنه وبعد ذلك استهدفت بعض القرى والمدن الأفغانية. نعم من التنظيم. هاي خطة تعرفون انت، حتى المشاهد الكريم يعرف أن أفغانستان بعض القرى ملاصقة لجمهورية إيران الإسلامية. نعم. والعاقل يفتهم. طيب تمام. لكن بس إذا سمحت لي 50,000 أفغاني بالنية جلبهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتموضعهم في الكويت. طيب خلينا ننتقل للأستاذ حامد. يعني هسه أستاذ الشرع ذهب بشكل مباشر إلى النقطة الساخنة وربما يختلف عليها حتى في العملية الشركاء الفرقاء السياسيين، هو موضوع القوات من عدم بقائها. لكن ماذا يريد بعد أكثر من هذا العراق من الاتحاد الأوروبي، وماذا يريد الاتحاد الأوروبي من العراق في هذه المرحلة، أو لماذا هذا التوقيت بالذات لهذه الزيارة هذه الجولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك أستاذ صبري، وتحياتي للزميل والأستاذ العزيز سيد أثير الشرع ولقناتكم الموقرة والمشاهدين الكرام من خلف الكاميرات. حقيقة يعني العراق في تحول دائم في مسألة العلاقات الخارجية. لا يوجد لحد هذه اللحظة دولة تكون هي مدافعة أو راعية للعراق ما بعد 2003. حتى الولايات المتحدة الأمريكية تارة تكون مع العراق وتارة تكون ضد العراق في مواضع أخرى. يعني نجد أن اليوم المصالح هي الغالب على كل تعاملات الدول مع العراق، وخصوصا أن الاتحاد الأوروبي بعد سقوط بغداد عام 2003 حقيقة امتعض من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم تعاظم نفوذها داخل العراق، وكانت هنالك فجوة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. نعم. في أوقات كثيرة جدا، باعتبار أنها لم تستلم أي ملف من ملفات المحافظات مثل بريطانيا ومثل الشرطة البرازيلية ومثل الكثير من الدول التي شاركت في الحرب على العراق. نعم. فبالتالي اليوم نجد أن كل توجه للاتحاد الأوروبي يقابله ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية على أن تكون هي صاحبة السطوة على العراق. فاليوم توجه السيد الكاظمي هو للملمة بعض الأوراق التي تكاد أن تكون هذه لاعب دولي يكون المتزايد عليه هو العراق. بالتالي اليوم نجد أن الكاظمي هنالك لديه أكثر من حركة، هي في المعلن للاتحاد الأوروبي، وإنما هي في المخفي لدول بحد ذاتها في الاتحاد الأوروبي. ونجد أن ألمانيا وفرنسا كانا من المستهدفين في مسألة يعني الدخول إلى قلب الاتحاد الأوروبي. ونعلم جيدا أن هنالك مشكلة في الكهرباء، وهنالك عارض كبير جدا من الولايات المتحدة الأمريكية على أن نتعامل مع سيمنز بشكل مباشر. وكانت لدينا مشاكل كثيرة جدا على مسائل الطاقة ومسائل الخدمات، مسائل الأمنية والخدمات والدعم الفني واللوجستي للانتخابات. بالضبط. فكان الكاظمي حركة جريئة جدا أن يدخل للاتحاد الأوروبي بوجه، وأن يكون يعني مساوم بشكل مباشر، لكنه في الخفاء هو بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما جاوبتني لا أنت ولا السيد الشرع عن ما يسرب ويقال، يعني لا نتبنى هذا الموقف من أن السيد الكاظمي يسوق نفسه لمرحلة انتخابية قادمة. لا تستعجل على رزقك. حقيقة يعني أجد أن السيد الكاظمي إن كان يساوم على مرحلة جديدة، هي ليست مرحلة انتخابية أبدا. نعم. يعني ليست بالانتخابات بشكل مباشر. السؤال يبقى يفيدني يعني أنا راح أجاوبك غير جواب بشكل مباشر للانتخابات، وإنما يسوق نفسه على أنه رجل تنفيذي مهم جدا في العراق ما بعد الدورة الخامسة في مجلس النواب. ونجد أن اليوم هناك الكثير من الفراغات التي يمكن أن يسوق نفسه لها السيد الكاظمي كمرحلة مقبلة، وأني يعني أشك في وجود انتخابات في 10 لا انتخابات مطلقة يعني. نعم. أشك في عدم تواجدها، لأن ننقل شكوكك هذه لأن هنالك بوادر دولية. يعني هنالك تصريح لممثلة الأمم المتحدة كان يثير الريبة والشك بأنه عدم وجود أمن انتخابي، وتصريح للسفير البريطاني وهو مهم جدا على أنه ليس هنالك وقت مناسب للانتخابات. وتصريح أخطر منه، ربما قبل ستحصل هزة أمنية وانفجار أمني هذا يعني عنيف.
حقيقة وكان هنالك تصريح مهم جدا، أتوقع أنه يعني كان هو الأبرز للواقع الآن، هو أنه هنالك صيف ساخن على العراقيين يعني، وكانت بوادره إسقاط أبراج. إذا اللي وعدونا بالموت يقبل بالسخونة، إذا بصيف ساخن نتحمل، لكن الهزة العنيفة التي تودي بالعملية السياسية أو كما تفضلت قد تلغي الانتخابات. أتوقع أن كل هذه البوادر هي نتيجتها واحدة، هي عدم إنجاح مسألة الانتخابات في 10/10. طيب السيد الشرع كان عنده مداخلة سريعة جدا وقال لا تستعجل على أسئلتك ورزقك، يعني لا نريد أن نطعن أو نشهر بشخص السيد رئيس الوزراء، لكن هكذا طالما أنت قلت هذه المحاور والاتفاقيات والبروتوكولات التي يفترض أن يطرحها على الشركاء السياسيين على البرلمان ثم يذهب بها. طيب إذا هو لا ما مشاور الطبقة السياسية ولا من يقول؟ من يقول؟ الظاهر هالشكل البرلمان. هسه جاوبت نص الجواب. طيب النصف الآخر. زين أنا أسألك من يدعم رئيس الوزراء؟ من اختار رئيس الوزراء؟ هو من رحم هذه الطبقة. إذا خلاص إذا اللي دزه الطبقة اللي تأشر عليها. مو أنت شرت قلت هذا في الحقيقة يعني، لكن في الظاهر منقسمين. أنا دا أحكي لك بالحقيقة، سأعوفك من الظاهر. الحقيقة إنه ربما كان رسول يعني أنت قريب من صانع القرار، يعني معلومة له تحليل واستنتاج. قول تحليل لا تورطنا. نعم تحليل، مشيها تحليل. طيب. كان يعني مبعوث يعني من قبل بعض الفئات انه يردون يبعدون حاليا العراق عن صراع المحاور. تمام. يعني استدركوا الكل انه العراق بات ساحة حرب قريبة جدا. منطقة الشرق الاوسط بعمومها الان منطقة ساخنة. هناك يعني تغييرات باستراتيجية الولايات المتحدة الامريكية. قبل يومين هناك يعني آليات انسحبت من قطر من قاعدة العديد وجت إلى الكويت. اليوم الكويت أصبحت يعني شو أقول لك، مقرات أمريكية، مشاجب أمريكية، دبابات وقوات ومتعددة الجنسيات. الآن يوجد تمركز وتموضع خطير للقوات الأمريكية في الكويت. كذلك من نفس النقطة التي انطلقوا فيها في عام 2003. نعم. إذا العودة إلى نفس النقطة وفي هذا الوقت يا ستار. وبهذه الآلية، والله يا ستار فعلا. فعلا يا ستار. وأيضا شوف اليوم أيضا أنا تابعت يعني خطاب اللواء حسين سلامي بكل صراحة. أيضا الرجل ينوه بالقوات قوات حرس الجمهورية، قوات برية مال قوات الحرس الثوري الإيراني. يعني نوه الرجل، يعني يقول انه اذا استهدفنا راح بعد ماكو لا حد يعذرنا، ساحة حرب مفتوحة. نعم. الرجل دا يقول حاليا اكو حرب، اكو هناك من يريد ان يستهدف جمهورية ايران الاسلامية. بس هذا محور كامل يحتاج الى وقفة طويلة. نعم. والى بعد. اجاوبك على سؤال نبتعد شوية. اجاوبك. نعم. يعني ذهاب السيد رئيس الوزراء ربما ما يسوق النفس. الرجل هو كان عنده حزب انسحب وفلش الحزب مالته وقال أنا ما راح أشارك بالانتخابات. طيب. لكن نقول الشخصيات اللي دعمته والشخصيات اللي تريد حكومة طوارئ ما أعرف، احتمال وسيلة إعلام لغيره، احتمال حكومة طوارئ. لكن أنا لحد هذه اللحظة كل من يقول لك أعرف أنه أكو انتخابات، لو ما أكو انتخابات قل له والله ما تعرف. روح اسال اي نائب، روح اسال اي مشارك بالعمليه السياسيه، والله ما يدري. نعم. اكو بالعاشور، لو ماكو راح تبين عندنا، لو الثامن لو التاسع ما يعرفون. نعم. يعني لحد هذه اللحظه المؤشرات من الملفات ايضا المهمه والساخنه التي كانت على جدول اعماله في بروكسل مع ممثلي الاتحاد الاوروبي دعم الانتخابات. لكن المعرقل اليوم الوحيد واللي تحاول تثير او تعرقل الانتخابات اللجنه الهولنديه. اللجنه الهولنديه اليوم في تقريرها اللي هي مكلفه انه العراق لم يعد او لم يصبح منطقه او بيئه امنه لاقامه انتخابات. لكن بعض الدول منها بريطانيا ايضا لذلك سحبت غيره السفير مالته، انتهى يعني دوره، جابوا سفير جديد. الآن شوف من يتحكم بكل شاردة وواردة بالعلن وبالخفاء الآن هي بريطانيا. الولايات المتحدة الأمريكية الآن في مأزق في العراق، ما قدرت تقنع العراقيين أنه وجودها هو حميد لحد هذه اللحظة. نعم. لكن البعض يريد خروجها والبعض يريد بقائها. من يريد بقائها تقريبا هم على عدد أصابع اليد. هناك جهات تريد وفق القرار البرلماني جهة مؤثرة بإمكانها أن تعطل. لا هم بعد هم بنوا أساس السفارة الأمريكية أكبر سفارة في الشرق الأوسط. نعم.
اليوم ما نقول لك يعني هم عندهم يعني نية الانسحاب، اقول لك مستحيل. نعم. امريكا ليس لديهم نية انسحاب من العراق ومن منطقة الشرق الاوسط. نعم. الا هم عبروا بحار ومحيطات وصرفوا هاي يعني تريليونات الدولارات حتى ينسحبون. لا مستحيل. يوجد سيناريو جديد، لكن العراق الان نحكي على زيارة السيد الكاظمي، يعني لربما هناك خطط بعض الخطط ربما بديلة عن إقامة الانتخابات، حكومة إنقاذ وطني، حكومة طوارئ، بعض دول الاتحاد الأوروبي. هذا موضوع الدعم الفني واللوجستي للانتخابات، طبعا يحتاج وبمثابة ذر الرماد في العيون يعني. وبعض دول الاتحاد الأوروبي هي قريبة جدا من صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني فرنسا لا يمكن أن نقول أن فرنسا بعيدة عن القرار الأمريكي، مستحيل. فرنسا هي القرار الأمريكي. لذلك كانت زيارة للسيد الحلبوسي ويا النائب الأول لرئيس البرلمان، كان في زيارة إلى باريس. كان هناك يعني الكثير من القرارات التي ربما نعلمها يعني ولا نعلم. هذا بالمثل العراقي كلا يجر النار إلى قرصه. نعم. وهذا أمر مؤسف جدا. يعني زيارتين في فترة متقاربة جدا، رئيس البرلمان السلطة التشريعية يذهب إلى فرنسا، رئيس الحكومة يذهب إلى الاتحاد الأوروبي. الظاهر هو دعم فني للانتخابات، رفع اسم العراق من قائمة الدول ذات الخطورة العالية، تأمين المناطق المحررة، إعادة البنى التحتية. لكن ماذا عن ملفات أخرى؟ هل في جعبة السيد الكاظمي ملفات أخرى وأمور أخرى تتعلق بوضع القوات الأمريكية، بالوضع الأمني، بالوضع الاقتصادي، بالوضع السياسي، أم إننا أزاء هذا السيناريو الخطير، يعني التموضع في الكويت وربما نعود إلى المربع الأول؟ طبعا حقيقة يعني أنا أتوقع يعني تؤخذ عليه كما ذكر زميلي وأستاذي أنه تؤخذ على التحليل السياسي. من جنب التحليل السياسي نحن نرى أن السيد الكاظمي لا يود أن يفتح الكثير من الملفات، عليه أن يقتصر لملفات بسيطة جدا وملفات محددة حتى يسيطر على المدة المتبقية من عمر هذه الحكومة إن لم تتحول إلى حكومة طوارئ. ممكن أن تكون هنالك أجندة أخرى لحكومة، هي في كل الأحوال، أنا أسفك، في كل الأحوال حكومة طوارئ أو يوصلنا إلى الانتخابات، هو باقي من عمر هذه الحكومة 300 يوم أو أقل من 100 يوم. يستطيع أن ينفذ كل هذه الاتفاقيات ويفتح كل هذه الملفات؟ لم يستطع السيد الكاظمي في إعطاء يعني في تنفيذ الوعود التي أعطاها على نفسه أمام داخل قبة البرلمان للسادة النواب، يعني زحفا على هذا يعني العمل. نعم. نجده غير قادر على استكمال باقي يعني باقي الشروط وباقي الاتفاقات التي اتفقها مع الكتل السياسية. كان للسيد الكاظمي شرط على نفسه أن يحضر لقبة البرلمان كل شهر لإطلاع مجلس النواب على تفاصيل عمل الحكومة شهر بشهر. فبالتالي اليوم منذ توليه الحكومة وسنة كاملة تقريبا أكثر من سنة لم يحضر لقبة البرلمان ولا مرة واحدة. نعم. إذن هنالك الكثير من الإخفاقات، هنالك الكثير من المشاكل التي لم يكن للسيد الكاظمي سيطر عليها. لا نقول أنه لم يدركها وأنه لم يسيطر عليها بتلك الملفات. فبالتالي السيد الكاظمي التجأ إلى أكثر من جهة، تكاد أن تكون هذه الجهات حتى إقليمية أو دولية، اتجه أن يكون للسيد الكاظمي مقبولية أخرى. بأنني يعني أستشف ما تفضلت به، أراد أن يخرج من أزمة داخلية. لم أخفق بشخصي وإنما أخفقت بعمل جماعي. لم تكن الظروف مهيئة لي أن أخفق بهذا الإخفاق الذي منيت به، وأن الأمم المتحدة تقول أننا لسنا مقبلين على انتخابات أو فرنسا تتصرح بشيء وبريطانيا تصرح بشيء آخر. فبالتالي اليوم نجد أن السيد الكاظمي يحاول أن يظهر نفسه لدول أوروبا على أقل تقدير، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية مطلعة بشكل كامل على الوضع العراقي، بينما بعض الدول الأوروبية هي لديها زيارات خاطفة للعراق وجلسات بروتوكولية لم تكن بمستوى التواجد الأمريكي داخل العراق. فبالتالي اليوم نجد أن السيد الكاظمي بدأ يصدر بعض اللازمات الداخلية، لا بعض الإنجازات الضيقة التي لم
ترتقي لمستوى الإنجاز على أنها هي تقدم، وبضمنها أنني وضعت انتخابات مبكرة. يعني أثناء زيارته حصل انهيار تام للطاقة الكهربائية. لا يعني الرجل يظهر ملفين مهمين، وهو الذي يعني هما الذي يقاتل بهما يعني حقيقة، وهو ملف أنني وضعت انتخابات مبكرة، والمسألة الأخرى أنني وضعت قانون للانتخابات. وين هي لم تعد مبكرة؟ يعني الشهر السادس كان المفروض أن تجرى، سوقت بأنها مبكرة. سوقت بأنها مبكرة. اي سوقت بأنها مبكرة، ولكن كنت أتمنى أن تكون الانتخابات في 14/7. نعم. حتى تكون الدولة العراقية قائمة على الشعب العراقي الحقيقي الذي هو جميع ثوراتها في تموز الخير والعطاء. فنحن 14 تموز يذكر العراقيين بأمجادهم بثورة 58 فنحن بعبد الكريم قاسم. هو تاريخ يا سيد الكريم كله ملطخ بالدم. هو هذه حال العراق اليوم. نحن لا ننسلخ من هذا البلد أبدا. عندما دخل داعش لم يحرر البلد غير أهله. اليوم نحن نتحمل حر الصيف وبرد الشتاء على المشاكل هذه، ولكننا لم نجد من أي حكومة من الحكومات أو أي كتلة من الكتل السياسية أو أي شخصية من الشخصيات التي تصدت للموقع السياسي أن يكون هنالك للعراقي أولوية أمام كل الملفات، ولكن هنالك ملفات شخصية، ملفات فئوية حزبية باتت تكون هي طاغية على المشهد السياسي. تمام. أعود لسيد الشرع. ما يعني زيارة بهذا الوفد الرفيع المستوى العراقي الكاظمي والعراق وحجم العراق وزيارته للاتحاد الأوروبي، ما حظت باهتمام عربي وعالمي يرتقي إلى مستوى الحدث؟ أسمع منك الإجابة، ولكن بعد فاصل قصير ونعود. من جديد حياكم الله. استاذ اثير، سالتك قبل الفاصل زياره بهذا الحجم بهذا المستوى الرفيع المستوى لدوله رئيس الوزراء العراق، والعراق ما يشكله في المنطقه وفي العالم هو ملفت لكل انظار. يعني تقريبا اصبح العراق رقم صعب في المعادله السياسيه اقليميا ودوليا، يذهب الى مكان في العالم ايضا هو الاكبر والاوسع والذي ربما يمثل السياسه العالميه بشكل عام، لكن ما رافقتها حمله اعلاميه لا من الداخل ولا من الخارج ترتقي الى مستوى الحدث. لا، هو شوف لقاء بالامين العام للناتو هذا هو يجاوب، يعني هو يعني ذهابه الى بروكسل ومن ثم الى روما، هي كانت هذه تغيير المعادله في العراق، محاوله ان ينأى العراق بنفسه عن صراع المحاور. وانا قلت لك ربما 90% من زياره السيد الكاظمي الى اوروبا او الى بروكسل وروما هي هذه يعني، ولا هذه الزياره اتت مباشره بعد استهداف موقع اللواء 41 وموقع اخر على الحدود السوريه. نعم، احتلاء 4 شهداء. يعني هذا الامر اصبح خطيرا جدا، لربما يعني نشوف احنا اذا نشاهد خلال هذه الايام تصاعد هجمات الطائرات الدرون يعني المسيره، يوم امس في اربيل، قبل ايام على السفاره الامريكيه، يعني هناك تصاعد خطير جدا. طيب ماكو جهه تتبنى بكل صراحه هذه الضربات، نسمع احنا خطابات تهديدات، لكن ماكو جهه تقول أنا سويت هذا أو دا عادل كفة التوازن القوى، أو ربما قواعد الاشتباك اليوم اختلفت، ماكو قوة أفضل من قوة، أمريكا ايش تقدر تسوي؟ اليوم أمريكا باتت يعني تقريبا شبه يعني متوترة في هذه المنطقة، ما تريد تخسر أي جندي. غلقها للجناح العسكري داخل السفارة هذا مو هين. نعم. إذا فعلا نفذت تهديدها وأغلقت السفارة، ولكل حادث حديث فينهم راح السيناريوهات كلها راح تتغير. نعم. إذا ذهاب إلى الأمانة العامة للناتو هذا يعني شوف احتمال خطط عسكرية جديدة. نعم. احتمال دا يحاولون أنه يجعلون من الناتو يضغطون على الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الدول، وطبعا هو الناتو هو أمريكي. وأن نعم. محاولة أن يضغطون تغيير سياستها ومحاولة عدم الإخلال بالأمن داخل العراق، لأنه العراق يجب أن يكون بعيدا عن صراع المحاور، وهذا دائما ما يذكرون الأخوة ونذكره. نعم. الآن العراق ربما سفارة أكبر حتى من قاعدة عين الأسد، يعني كيف يحافظون على الأمن في العراق إذا سفارة قوامها أكثر من 5000 موظف؟ نعم. ربما ضباط مخابرات لا ندري، مستشيرين، خبراء سياسيين، مجرد تغيير عنوان ليس إلا. نعم.
شوف أنا سمعت يعني حتى الفرقة 101 المجوقلة المحمولة جوا موجودة داخل السفارة الأمريكية. ما شاء الله. ربما هناك يعني تفنيد هذا الخبر، لكن شوف التركيز على السفارة وضرب السفارة ليس اعتباطا. هناك من يتهم بعض فصائل المقاومة بأنها تستهدف البعثات الدبلوماسية. أنا مو متحدث باسم الفصائل ولا لي علاقة، لكن أسألك بالله الحق يقال سمعت سفارة ضربت غير السفارة الأمريكية؟ نعم. إذن من ما يقولون ضرب البعثات الدبلوماسية واستهداف هذه السفارة ويستهدفون الجناح العسكري فقط. نعم. كذلك فيكتوريا في قرب المطار، كذلك يوم أمس القنصلية الأمريكية أو قاعدة الحرير قرب المطار. نعم، قبلها عين الأسد في شمال عين الأسد أيضا أول أول أمس. يعني من حق المقاومة العراقية ومقاومة بصورة عامة في أي بلد أن ترفض الاحتلال. اليوم الناس اللي يشوفون هذول الاحتلال موجودين. نعم. وهم ترامب واللي قبله على لسانه اعترفوا نحن محتلين وثروات العراقية من حقنا. نعم. وإلا أنا كمواطن اليوم أسأل، من حقي أسأل شنو اللي سوى لنا يا الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم. راح يسأل واحد مقابلي إيران سوت لنا، أقول له إيران سوت لنا. ماكو مشكلة، احنا نتساءل إن كانت دول جوار العراق سوت لنا والأجوبة موجودة، وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية اللي قطعت بحار ومحيطات وربما إذا عندها منجزات خلي يعطونا إياها. نعم. وإذا إيران عندها منجزات خلي يعطونا إياها. السعودية شنو أنجزتها بالعراق؟ نحكي على العراق ما نطلع. نعم. الكويت إيش أنجزت بالعراق؟ فنفصلها نعرف في حينها منو صديقنا منو عدونا. نعم. الآن هو ماكو بالسياسة كما تعلم لا صديق دائم ولا عدو دائم. أحسن. حتى البارحة جمهورية إيران جماعة جمهورية إيران الإسلامية قالوا إحنا ما نتدخل بالشأن الداخلي العراق. نعم. مستحيل، ما لنا علاقة. وكان أيضا يعني مسؤول رفيع المستوى في بغداد يوم أمس عندي يطمن انه ما اعرف اجتماعات ربما غير معلنه، نحن طيب. ما لنا علاقه بالشان اللي يصير، لا لنا علاقه بدرون ولا جزء، احنا نبيع على باب الله. طيب خلينا ننتقل للسيد الدراجي. استاذ حمد، يعني كيف يوفق وما اعرف يعني حزوره عراقيه ومعادله صعبه، هنالك مفاوضات عراقيه امريكيه، مفاوضات استراتيجيه على جولتين او ثلاثه لم تفضي الى شيء، التواجد الامريكي لا يزال يلقي بظلال على الارض العراقيه. جولة رئيس الوزراء ربما هو هذا محور الرئيسي فيها، هو دعم بقاء الناتو، قوات الناتو في العراق كبديل للقوات الأمريكية. كل هذا كيف سيرضي الطبقة السياسية المنقسمة أصلا على من يرغب في جلاء القوات ومن متمسك ببقائها؟ والله هذه مفارقة مضحكة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية خبطة دائما ما تقول أن بقائنا وخروجنا هو بيد الحكومة العراقية. يعني هل الحكومة العراقية خجولة جدا إلى هذه الدرجة أن لا تذكر بأننا لا نحتاج في الوقت الحاضر هذا العدد، هذا على أقل تقدير على استحياء لا نقبل بهذا العدد على الأراضي العراقية، وإنما نكتفي بمدربين عدد هالقد للقوات العسكرية العراقية والأمنية، ونذكر عدد القوات وعدد المدربين اللي نحتاجهم بشكل واضح وشفاف. ممكن. نعم. يعني اليوم يعني هذه يعني الخروج، أنا أتوقع أنه يعني إن كان الموضوع هو يعني إن كان الموضوع يعني عسكريا بحتا، فأتوقع أن الحكومة بهذا الفعل هي لا تريد خروج للقوات الأمريكية، وإنما هو كما ذكرت هو ذر الرماد في العيون على أننا نتعامل مع دول أوروبا ونتعامل مع دول غربية على أن يكون هناك تحديد وتحجيم للقوات الأمريكية داخل العراق، وبشتى الوسائل تارة تكون هي القوات. يعني أنا حقيقة يعني أنا أستغرب أنه حتى يعني دائما ما نذكر القوات الأمريكية ونستغفل سرقة النفط العلني من قبل القوات التركية. تمام. نعم. يعني حقيقة يعني نهب لثروات كبيرة جدا يعني تكون بمليارات الدولارات هي تخرج إلى عن طريق إقليم كردستان وعن طريق الحدود العراقية التركية وعن طريق الحدود العراقية السورية وعن طريق بعشيقة وغير بعشيقة. يعني أنا يعني حقيقة لا أستغرب من أن هنالك من يدعم هذا يعني هذه السرقة العلنية، وهي تكون سرقة دولية. وأنا أتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية يد كبيرة جدا فيها، باعتبار أننا نجهل حتى الأماكن التي تذهب إليها هذه الكميات من النفط. نعم. تارة تقول لإسرائيل، وحقيقة ليست لدينا معلومة مؤكدة. نعم. لكننا نعلم بعلم اليقين أن النفط العراقي يسرق يوميا وباستمرار،
يعني مئات الالاف من هسه هذا ينقلنا الى الجنبه الاقتصاديه في هذه ايضا في هذه الجوله. اذا ان كنا نتكلم عن المساله العسكريه، فهناك قوات تركيه مسيطره في شمال العراق، وهنالك قوات امريكيه. اليوم عندما نتكلم والاثنان عضوان بالناتو. اذا ممتاز. اذا نحن الان نعلم علمي اليقين ان الناتو سيخرج لنا قوات تركيه في نفس الاماكن التركيه، وقوات امريكيه في نفس الاماكن الامريكيه، على ان تضاف اليهم نعم. قوات من اليونيفيل وقوات الناتو، حلف الناتو. وتعال يا عراق واصرف على ذول الجدد مثل ما صرفت على القديمين الاثنين. اذا نبقى الافضل، نبقى الشيء اللي تعرفه افضل من شيء لا ابدا لا نبقى ابدا يا اخي، والله ما تنتهي هاي تفضل جدليه ومعادله صعبه التفكير. استاذ صبري، يعني عندما يعني نجعل مقدرات العراق بيد شخص او شخصين، فهذه قمه الخساره. نعم، قمه الخساره. اليوم نحن عندما ننتخب مجلس نواب، على مجلس النواب ان ياخذ دوره. اخذ دوره او صوت؟ ابدا ما اخذ دوره، لا ابدا. سيد العزيز القوات الامريكيه، سيد العزيز سيد الكاظمي عندما قال لمجلس النواب احضر لكم كل شهر مره لاطلعكم ومتغافلين عنه اذا لديهم مكاسب بهذا المشروع. هسه هذا متفقين عليه، هو من نتاج هذه الطبقه السياسيه، واذا حضر اذا يتحمل مجلس النواب جزء اكبر في متابعه الحكومه وبالتشريعات التي يقوم بها، وعليه ان ياخذ دوره من الان، يعني حتى يبيض وجهه امام لمده 100 يوم امام الشعب العراقي. نعم. لم يبقى من عمر مجلس النواب وعمر الحتمي، يعني اليوم طبعا. ممكن عمر الحكومه يتمدد. نعم. لكن عمر مجلس النواب سيناريوهات كثيره، ما ندري حكومه طوارئ تتمدد هذه الحكومه، لا اتوقع حكومه طوارئ. حكومه طوارئ اتوقع حكومة يعني طوارئ. هذا السؤال، هذا امر الاختيارين. خلي اعود الى السيد الشرع. يعني بالجنبه الاقتصاديه، هو شو العراق يعني ما بي طاقات اقتصاديه، ما عندنا فلوس، هاي الميزانيه الهائله. اخذ مثلا الكهرباء، هو هذا الملف الاعقد والاكثر تاثيرا على كل العراقيين، ملف الكهرباء. هو باوروبا بالاتحاد الاوروبي انهارت الكهرباء، مع انه مصروف عليها 80 ما ادري 82 مليار 82 مليار دولار من 2003 لغايه اللي يمتلك هذا الرقم ويمتلك هذه الطاقات الهائله وهذه الامكانيات وهذه الركائز، هل بحاجه ان يمد له الاتحاد الاوروبي؟ عنده مشكله بالنظام. يعني نعم. تفضل مشكور استاذ ماجد حامد. فعلا استاذ حامد عفوا، يوجد لدينا مشكله بالنظام السياسي. اليوم رئيس الوزراء عندما يتحرك وفق الدستور وفق الماده 78 صلاحياته، السياسه الداخليه الخارجيه الماليه، كل انواع السياسات اللي تخص العراق من قريب ومن بعيد هو من حقه يتصرف. نعم. قد يكون الرجل الزيارات ما يتخذ بشان العسكر الداخليه الخارجيه ده يصير، لكن اكو ناس مدى تحاول فعلا تعاون رئيس الوزراء رغم ما هي مختارته. اذا عندنا مشكله بعدم فهم ما هو النظام البرلماني. كرهوا العراقيين بهذا النظام رغم ما هو اسمى واعظم الانظمه المتبعه في العالم، النظام البرلماني. وعلى اساس الناس قامت تطالب بعوده النظام الجمهوري والرئاسي وتجربه ايران الاسلاميه مبروك عليهم. تجربه ناجحه، ماكو مشكله، لكن ما راح ينجح عندنا بالعراق يا عزيزي، لان احنا ما نمتلك بكل صراحه القدره. انا ما اشكك بالعقول، لا استحاله. لكن احنا شوف ما دوله تعانت مثل ما عانى العراق. حروب 8 سنوات، حروب عبثيه، حروب لا طائل منها، لا ولد ولا تلد، ومن ثم الدخول الى الكويت بهذه الطريقه. سيناريو 2003 والطريقه الخجوله اللي جت دوله عظمى بدعوى انه العراق يمتلك المزدوج ويمتلك يعني انه العراق ربما يعني النظام السابق جلب هؤلاء، هم طبعا مدانين الى النظام السابق لانهم هم طبعا تمركزوا في هذه المنطقه بفضل النظام السابق وفضل السعوديه وغير السعوديه. اللي حرض النظام السابق هي السعوديه. كلنا نعرف احنا. فهاي يعني شوف احنا المشكله ما نتعظ من الماضي، ما يصير عندنا دروس من الماضي ونستمر نفس السياسات. يعني معودين هم في تصريحاتهم يقولون شكرا لصدام حسين الذي اوصلنا الى المياه الدافئه. الان شكرا للطبقه السياسيه التي جعلتنا نتنعم. صدقني والله العظيم اكو ناس جهارا يطالبون بخروج القوات الامريكيه. نعم. ومن تحت الطاوله بس يطلعون الامريكان تنقلب الدنيا.
اليوم شوف هسه ما حصل في افغانستان ربما يؤيد لا. يعني هذول يكيفون به طبعا المطبلين اللي بقى نعم الامريكان يقول لك شوف حصل بافغانستان. قاعده باغرامس اللي بافغانستان ما بلغوا السلطات الافغانيه انه راح نطلع من هذه القاعده. نعم. وظلوا مبهوتين، يعني بين قوسين احتقروهم، حتى الامريكان احتقروا القياده الافغانيه بانه احنا ما اعطوهم علم لغايات امنيه، وتفاجئوا انه الامريكان الجيش الامريكي مسحوب من هذه القاعده. تمام. يعني شوف احنا اليوم اكو بعض القوى السياسيه وبعض خلينا نقول الفصائل اللي عندها جناح سياسي تطالب بنظام شبه رئاسي. لا بأس. هسه خلينا نعدل نخلط بين النظام البرلماني وبين النظام الجمهوري. نعم. حتى نعدل المسار السياسي. شوف المحاصصة ممكن هذا المزاوجة ممكن جدا بوضعنا ممكن جدا، لان احنا اللي عانينا بالعراق وفق خبرات سياسيه، بعض الاخوه عندهم خبره سياسيه صارت، ليش لا؟ نعم. احنا التجارب بعد تولد رجالات، تولد خبرات، تولد. اليوم احنا هذا النظام قد ينفع. هو ايضا من محاسن الديمقراطيه مهما كان مستواها، وليده فتيه متعثره تستفيد من اخطائها بشكل سريع وتصححها. مو هذا استاذ صبري، احنا نريد نطلع من بودقه المحاصصه. نعم. نريد جهد الامكان نخرج من هذا القمقم اللي ادخلنا نفسنا به. خلاص انت لك الداخليه، لك الكذا، لك الثقافه. باي نظام نخرج من المحاصصه؟ باي نظام انتخابي؟ هو النظام شبه رئاسي. نعم. هذا النظام راح نخرج من المحاصصه، راح نقدر احنا نعتمد على حكومه واحده ما تابعه الصحه، تابعه الفلان، كهرباء العلان كذا، وبالتالي هي 4 سنين عبوا اطلع ال 4 سنين الشعب معنا. سيدنا ترى احنا ما عندنا الان لا نظام لا برلماني ولا رئاسي. نعم. يعني احنا اقرب الى الفوضى. دليل لا احنا عندي دليل احنا مو نظام برلماني، لانه لا نزال الان نذكر جمهوريه العراق، اذا النظام جمهورية العراق. اي هذا في بكل المحافل بالجنبة السياسية. اي لا بكل المحافل الدبلوماسية نذكر جمهورية العراق. لا صفخ مو نقول لك جمهورية العراق البرلمانية. لا لو كنا دولة برلمانية لذكرت دولة العراق. بدون جمهورية. والدليل لا زال نعمل احنا بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحال الملكية السابقة. هذا دليلي على انه نحن لسنا بنظام برلماني. نعم. الدليل الاخر هو انه لو كنا على نظام برلماني، مقومات النظام البرلماني هو انه وجود حكومة ومعارضة لديها حكومة ظل. نعم. هاي المقومة ما موجودة. طيب. وكان الأحرى بالمفوضية إن كانت مستقلة، وأنا أشك باستقلاليتها، يعني عليها أن تحدد للمرشحين أنك تشكل حكومة أو أنك معارضة على أقل تقدير في هذه الدورة. حتى هو ياكل من الراس، حتى نؤسس معارضة وحكومة، حتى تؤسس المفوضية إلى تمام. وجود معارضة داخل قبة البرلمان. وأنا ذكرت مع كثير من الأخوة في المفوضية مع لقاءاتي معهم بأنهم عليهم أن ينتهجوا هذا النهج، لأننا شعب حديث بمسألة الديمقراطية، وأيضا السياسيون المتواجدون الآن هم يعني فرحون بهذا النظام، باعتبار انه نظام مكاسب اليوم. نعم. اللي يصير عضو مجلس هذا النظام الانتخابي الاخير اللي هو لا يعني هذا النظام هو نظام مناطقي. يعني اليوم يعني هذا يفرغ القليل من مصاريف اعضاء مجلس النواب السابقين او نعم. لا ربما سيعطي مساحة أكبر لمشاركة أقل للطبقة السياسية، ولكن يفسح المجال لكل شرائح المجتمع العراقي بالمشاركة. بالضبط. هذا يعني هذا النظام يكون سلبيا على بعض المناطق، يعني للشخصيات التي القدماء اللي شاركوا لم تكن داخلة في المناطق الشعبية أو المناطق ذات التواجد السكاني الكثير. ولذلك تجد أن إقليم كردستان أول من عارض على هذا النظام، باعتبار أن ليس لديهم شخصيات مجتمعية. نعم، مجتمعية ماكو شخصيات مجتمعية. لو حتى الأحزاب السياسية الآن الماسكة بالسلطة، القبضة على السلطة، ما عندها قواعد جماهيرية، عندها جمهور نخبة، يعني جمهور الأحزاب، يعني ماكو قاعدة جماهيرية. حتى اللي يكون منصبين ربما عدا التيار الصدري. نعم. وهم أيضا حطوا بالمثل العراقي الفالد راس القطان. نعم. قالوا يجب أن تكون رئاسة الوزراء في هذه الدورة من حصة الإصلاح ومن حصة التيار، لأنه بانين آمالهم على قاعدتهم الجماهيرية العريضة وبموجب هذا القانون الانتخابي. هذا التقسيم، يعني هذا التقسيم المناطقي. نعم. فبالتالي سيدي العزيز اليوم نحن أمام
يعني مشكلة سياسية هي متجذرة من عام 2005 منذ تأسيس الحكومة الأولى العراقية ومن تأسيس أول دور لمجلس النواب الحكم لحد الآن. فسيدي العزيز اليوم بني العراق على أسس سياسية خاطئة. ما الذي إذا شو نسوي شلون يعني؟ علينا تغيير بوصلة الخارطة السياسية. يعني اليوم الشعب العراقي من الذي على الشعب العراقي أن يعود بالمادة الدستورية أنه يكون مصدر للسلطات. اليوم الشعب العراقي عندما يخرج هنالك من يضلل من الكتل السياسية يعني من مؤيديه على المتبقين. اليوم لدينا الكثير من الشواهد. نعم. لدينا الكثير خروج يعني أول أتوقع يمكن إذا ما تخون الذاكرة أول تظاهرات على الكهرباء كانت في البصرة من قبل رجل نعم. ومرأة نعم. ولديهم ابنة صغيرة كانت هي يعني تبكي من الحر وهذه، فظهروا بشهر السادس لحد الآن أتذكر عام 2016 نعم. حد الآن أتذكرها. يعني كان التوقيت مهم جدا لأنه خرجت في تحليل سياسي على هذا الموضوع. فيعني هذا احنا طيب. امام مشكله، يعني مشكلتنا السياسيه انحرافه كبيره جدا. وانا داهمني الوقت ومضطر اختم الحلقه، ولكني في الختام اعطى الدقيقه الاخيره يعني اخذها من وقت السيد الشرع. اجمالا يعني هذه راح اجاوبك على ال 82 مليار موضوع الكهرباء ما لحقنا. اي والله كان موفق بالقطع. هذا يوجع القلب هذا الرقم. شوف المعرقل الوحيد اليوم هي شركه جنرال الكتريك، دقيقه ونص لك سيد، اي الموجوده حاليا في العراق، وكذلك باعتراف شركه سيمنز والسفير الالماني في العراق. لذلك يعني اليوم اكو خطه المانيه بواسطه شركه سيمنز انه هي فعلا تبني منشات وتوليد الطاقه وايضا مال التوزيع وايضا تبديل الشبكات الناقله للطاقه الكهربائيه. نعم. شريطه انه عدم تدخل شركه جنرال الكتريك او السفاره الامريكيه. نعم. اذا اعتراف صريح جدا من قبل الالمان بانه هناك تدخلات وعرقله من الجانب الامريكي. نعم. اذا ملف الكهرباء بالكامل من كان ممسك به؟ الولايات المتحدة الأمريكية، السفارة الأمريكية، السفراء المتعاقبين الأمريكان داخل العراق. إذن هذا اليوم شوفوا اليوم بدأت تتغير وبدأ واحد يفضح الآخر. لكن احنا اليوم بدنا نتساءل 82 مليار دولار وين راحت الوزراء المتعاقبين؟ هناك من يسكن في أمريكا ويحمل الجنسية الأمريكية، وهناك من هارب في بعض الدول. يعني هذول يعني كان يوم أمس محورنا على أحد القنوات، هل فعلا سيتم الاتيان بمبالغ الفساد؟ احنا اليوم مبالغ هائله. عمي هسه خلينا نعتمد سياسه عفى الله عما سلف. 82 راحت، لكن العهده على النائب رحيم الدراجي، وانا احيي شجاعته وجرأته. قال حتى هذا الاستهداف لابراج الناقله كان مخطط. نعم. اسولف لك عليه. طبعا ومدفوع الثمن، وكل برج يسقط ب 45 مليون، 5 لكذا و10 لكذا محدد. السيناريوهات اللي طبعا صرحوا القوات المشتركه على لسان الفريق او اللواء تحسين الخفاجي. يقول انه هؤلاء دواعش. بعض الشخصيات الموجوده في بعض المناطق تقول لا والله عمي ذولا جابوهم مقاولين، كل برج نعطيها القد ويشترون 45 مليون حددها. نعم، كل برج يسقط ومحسوبه 5 للمنفذ. نحن بكل حال من الاحوال امام مشكله فساد عاليه جدا. لا احنا ليش ما من البدايه رئيس الوزراء القائد العام قوات مسلحه ما حمى هذه الابراج وسبق هذه السيناريوهات؟ سنفتح ملف الفساد على مصراعيه في الحلقه القادمه يوم غد اذا ابقانا الله. ليوم غد السيد أثير الشرع الكاتب والباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك. والأستاذ حامد الدراجي عضو مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم ولقبولكم الدعوة والشكر الوصول لكم مشاهدينا الكرام. إلى أن نلتقي في مدار سياسي آخر، إلى ذلك الحين طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.